تخيل انك داخل مكان ضيق شوية وفجأة تكتشف انك مش قادر ترجع، تحاول تزحف لورا مش عارف، تحاول تتحرك لقدام مستحيل، تصرخ او تحاول تنده على حد محدش سمعك. والأسوأ من ده كله انك عارف ان كل دقيقة بتعدي عليك بتقربك اكتر من الموت. بس تخيل بقى انك تفضل عايش بالشكل ده ساعة وراها ساعة لحد ما يبقى يوم كامل وانت محبوس تحت الارض، مقلوب على راسك في فتحة اضيق من جسمك، وآلاف من الناس فوق الأرض بيحاولوا ينقذوك، لكن للأسف محدش قادر يوصل لك. القصة دي مش فيلم رعب ولا أسطورة جايبينها من النت، دي قصة حقيقية حصلت سنة 2009 لشاب اسمه جون إدوارد جونز. شاب خرج من بيته يوم عادي جدا عشان يقضي يوم حلو مع أصحابه، لكن اليوم ده انتهى بطريقة بشعة جدا وبطريقة مرعبة، لدرجة إن الكهف اللي دخله لحد النهاردة مقفول للأبد، وجسم جون لحد النهاردة موجود جوه الكهف محدش قادر يخرجه. أنا المخبر السري، والنهاردة هحكي لكم قصة مرعبة جدا من أكتر قصص البقاء اللي حصلت في العصر الحديث، قصة جون اللي دخل الكهف وما خرجش منه لحد النهاردة. لو بتحب قصة الغموض والإثارة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ قصتنا على طول. اعمل كوباية شاي أو قهوة وحصني. جون إدوارد جونز شاب أمريكي عنده 26 سنة، متجوز وعنده بنت صغيرة، ومراته كانت حامل وكان مستني مولود جديد. الناس اللي تعرفه كانت بتوصفه إن هو شاب هادي جدا وبيحب الاستكشافات والمغامرات. وفي أجازة عيد الشكر سنة 2009 رجع علشان يزور أهله في ولاية اسمها يوتا. كانت زيارة عائلية وعادية جدا جدا، أكل وخروجات ولمة عيلة. لكن في ليلة من الليالي جون وأخوه وبعض أصدقائه قرروا يعملوا حاجة جديدة كانوا بيعملوها من سنين، وهي إنهم يدخلوا كهف مشهور جدا في المنطقة دي. الكهف كان اسمه نوتي بوتي. محدش كان متخيل إن القرار البسيط ده هيكون آخر قرار جون هياخده في حياته. الساعة كانت متأخرة بالليل والجو بره كان هادي بشكل مرعب. جون واخوه اصدقائه وصلوا عند مدخل الكهف، وكل واحد منهم كان شايل كشاف وخوذة، وبالنسبة لهم الموضوع كان مجرد مغامرة، ضحك وهزار وصور تذكارية. محدش كان عارف ان الليلة دي هتتحول لكابوس. كهف نوتي بوتي ما كانش كهف عادي، المكان كان عبارة عن شبكة ضخمة من الأنفاق المتشابكة والضيقة تحت الأرض، وفي ممرات كتيرة جدا كلها شبه بعض، وفي أماكن كتير لازم تسحب فيها على بطنك علشان تعدي منها. لكن جون كان داخل الكهف ده قبل كده، وعشان كده كان مغرور وكان واثق من نفسه. وفي البداية المجموعة كانت ماشية عادي، وكل شوية يكتشفوا ممر جديد، وكانوا بيضحكوا ويهزروا ويتصوروا، لحد ما جون لمح فتحة ضيقة قدامه، وكان فاكر إن هو عارف المكان ده كويس، وافتكر إن الفتحة دي هتوصله لمكان مشهور جدا جوه الكهف اسمه مكان الولادة. وسموها بالاسم ده لأن كل اللي كان بيعدي من الفتحة دي كان بيبقى كأنه اتولد من جديد، لأن الفتحة دي كانت ضيقة جدا وصعب جدا أي حد يعدي منها. وفعلا جون بدأ يدخل الأول وبدأ يسحب شوية بشوية، وكل ما يدخل خطوة الممر بدأ يضيق أكتر وأكتر. لكن جون افتكر إن ده طبيعي وكمل زحف، بس الممر بدأ يضيق أكتر وأكتر لدرجة إن جون ما كانش عارف ياخد نفسه. لكن جون كان لسه مقتنع إن هو ماشي في الطريق الصح، وفجأة حصلت الصدمة. الممر اللي دخله جون ما كانش الطريق المعروف اللي بيوصله لمكان الولادة، بل بالعكس جون دخل ممر ضيق خالص ومختلف خالص، وكان كل ما بيتحرك فيه أكتر كل ما الممر بيضيق عليه أكتر، لحد ما جون اتحشر جوه الممر. بس هو وقتها ما كانش مستوعب كده، وكان فاكر إن هو كل ما يتحرك أكتر هيوصل لمكان أوسع، لكن الحقيقة إن هو كان بيخش المنطقة مفيش منها خروج تاني للأبد. جون بدأ يخش الأول براسه وبعد كده بكتافه وبعد كده بصدره، وبدأ يزق في جسمه بأقصى ما عنده لحد ما جسمه كله دخل جوه الممر، وفجأة اتحشر جوه. في الأول افتكر إن هي حاجة بسيطة وهتعدي. ساعتها حاول يرجع لورا معرفش، حاول يحرك دراعاته برضه معرفش، حاول يطلع لقدام برضه معرفش. ساعتها بدأ يحس بالذعر والخوف، لأن أسوأ حاجة ممكن تحصل لمكتشف كهوف هو إنه يتحشر جوه الكهف. ساعتها جون حاول ياخد نفسه، لكن من كتر ما هو كان محشور جوه صدره ما كانش قادر يتحرك عشان ياخد حتى النفس. جون حاول يتحرك قدام ورا شمال يمين، مفيش حتى سنتي واحد يقدر يتحرك فيه. جون ساعتها بدأ يدرك إن هو اتحبس، ووضعه كان أسوأ مما تتخيل، لأنه ما كانش قاعد ولا حتى واقف. جون كان تقريبا مقلوب ونازل عمودي، راسه لتحت ورجله لفوق، والدم بدأ يتجمع في مخه بشكل خطير، وكل دقيقة كانت بتعدي الوضع كان بيسوء أكتر. ساعتها نده على أخوه وصوته كان كله توتر وخوف. في البداية أخوه افتكره بيهرج،
لكن بعد ثواني فهم إن في مشكلة حقيقية، وساعتها أخوه جري ناحيته ولما شافه اتجمد مكانه من المنظر. جون كان جسمه محشور بالكامل بين الصخر زي الفلين اللي اتحشر جوه الإزازة، وأي محاولة للحركة كانت بتعقد الأمور أكتر. وفي اللحظة دي بدأ السباق مع الزمن، والسباق ده هيشارك فيه عشرات المنقذين، لكن محدش كان عارف إن الكهف هو اللي هيكسب في الآخر. اخو جون كان عارف ان الموضوع اكبر من ان هو يحله بنفسه، وعلشان كده طلع بسرعه من الكهف واتصل بالطوارئ. في البدايه فرق الانقاذ افتكرت ان في شخص اتعلق جوه الكهف، ودي حاجه اوقات بتحصل من وقت للتاني، لكن اول ما وصلوا للكهف وشافوا وضع جون الحقيقي بدا القلق والرعب يظهر على وشوشهم، لان جون ما كانش محشور في مكان عادي. جون كان موجود في ممر عميق جدا وضيق جدا جوه الكهف، لدرجه ان المنقذين كانوا بيحاولوا بكل الطرق يوصلوا له لكن مش عارفين. لكن بعد ساعات طويله من الزحف جوه الكهف واحد قدر يوصل له بالعافيه، واول حاجه عملها المنقذ اول ما وصل لجون لمسه وقال له ما تخافش احنا معاك ما تقلقش. والجمله دي لوحدها خلت جون يهدى شويه، لانه كان بقاله ساعات طويله وسط الضلمه لوحده مقلوب على راسه بيحارب الخوف ومش قادر. لكن الحقيقه اللي ما قالوش عليها رجال الانقاذ ان هم كانوا مرعوبين جدا جدا، لان كل دقيقه كانت بتعدي على جون جوه الكهف كانت فرصه نجاته بتقل. وبعد مرور ساعات بدأ جسم جون ينهار، لأن لما الجسم بيفضل مقلوب لفترة طويلة بالشكل ده القلب بيبذل مجهود كبير جدا عشان يضخ الدم، وضغط الدم بيكون شديد جدا في الجزء العلوي من الجسم. ولأن جون كان مقلوب فكل ضغط الدم كان بيتجمع في دماغه، وطبعا التنفس بيبقى أصعب والضغط على القلب بيكون شديد. ورغم كده جون كان بيحاول يفضل متماسك، وكان بيتكلم مع المنقذين ويحاول يهزر معاهم أحيانا، وكان بيحاول يطمنهم إن هو كويس، لكن الحقيقة إن هو ما كانش كويس خالص. كان كل شوية يسألهم أنا هطلع إمتى، ومحدش فيهم كان عنده الإجابة. بره الكهف عدد المنقذين بدأ يزيد، منهم مهندسين وخبراء كهوف وأطباء، كلهم موجودين عشان بس يخرجوا جون. كلهم بيحاولوا يلاقوا أي طريقة بس عشان خاطر يطلعوا الراجل ده من جوه. وفي النهاية قرروا إن هم يعملوا نظام سحب ضخم، نظام حبال وبقرات هيثبتوها وسط الصخور. والخطة كانت بسيطة معتمدة على إن هم هيسحبوا جون ببطء شديد سنتي ورا سنتي، ولكن الخطة كانت معقدة جدا وتنفيذها كان شبه مستحيل. وبعد ساعات طويلة جدا بدأت العملية، وفعلا خطوا الحبال والمنقذين بدأوا يشدوا الحبال. في البداية مفيش أي حاجة حصلت، ولكن بعد شوية مع كتر المحاولات بدأ جون أخيرا يتحرك أول سنتي وسنتي ورا سنتي، وده كان بعد محاولات كتيرة من العناء والمشقة. والأول مرة بعد ساعات طويلة الأمل يرجع تاني، وساعتها المنقذين حسوا إن هما ممكن ينجحوا. جون نفسه بدأ يحس إن في أمل وإن هو أخيرا هيتم إنقاذه. وحسب بعض الشهادات جون بدأ يتكلم مع المنقذين ويقول لهم إن هو أخيرا هيرجع لأهله ولمراته ولولاده. وفعلا كل الأشخاص جوه الكهف كانوا حاسين إن النهاية السعيدة قربت خلاص. وبعد عشرات الساعات من التعب كانوا أخيرا بدأوا يكسبوا المعركة، لكن ساعتها الكهف فاجئهم بأسوأ مفاجأة في القصة. وفجأة ومن غير أي إنذار اتسمع صوت قوي جدا، صوت طاقة هزت الممر كله. أحد نقاط تثبيت الحبال جوه الكهف انفجرت، الصخرة كانت شايلة النظام بالكامل اتكسرت جوه الكهف، وفي أقل من ثانية جون يقع في مكانه اللي كان فيه من أول تاني، ورجع يتحشر في نفس المكان ويمكن أسوأ من الأول كمان. ساعتها الصمت سيطر على المكان كله ومحدش كان متخيل اللي حصل. كل الساعات وكل المجهود ده راح في لحظة، لكن بالنسبة لجون كان عارف ان معنى اللي حصل ده ان فرصته في النجاة اصبحت شبه مستحيلة، وكان عارف ان الوقت بيخلص ولكن كان بيحاول يقاوم. وفعلا جون كان مستني المعجزة، ولكن احيانا المعجزة ما بتحصلش. بعد ما فكرة الحبال فشلت كل المنقذين بقوا عارفين ان فرصة النجاة صعبة جدا جدا، ومش بس عشان فكرة الانقاذ فشلت، لكن كمان لان جون كان بقاله ساعات كتيرة جدا جوه الكهف مقلوب على راسه، وكل دقيقة كانت بتعدي عليه كانت بتأثر على جسمه وعلى ضغط الدم وعلى قلبه، وجسمه بدأ في الانهيار. ورغم كده المنقذين رفضوا الاستسلام وفكروا في فكرة جديدة. بدأوا يفكروا يحفروا من ناحية تانية أو يكسروا الصخور أو يجيبوا حتى معدات أكبر وأضخم، لكن للأسف كل فكرة من دول كان فيها مشكلة وكانت أصعب من غيرها، وكل دقيقة كانت بتعدي كانت بتسرق منهم الأمل. وجون في الوقت ده صوته بقى أضعف وجسمه بقى مرهق جدا جدا، ونفسه بدأ يقل جدا وطاقته بدأت تقل. ولكن الغريب واللي يخوف إن هو فضل متماسك وفضل هادي بشكل يخوف. وخليك كده مستوعب معايا، تخيل حط نفسك مكان جون، إنك تبقى في مكان ضيق مقفول عليك مش قادر تتنفس مقلوب، الجو ضلمة جدا مفيش حد معاك وحاسس بالخوف والضيق، حاجة أصلا تخليك حاسس إن في حاجة كاتمة على نفسك. الإحساس ده بيوصلك وأنت بس بتسمع القصة، ما بالك بقى لو عايش الموقف. وفي لحظة من اللحظات جون بدأ يتكلم عن مراته وعن ولاده، عن بنته الصغيرة وعن الطفل اللي لسه ما اتولدش. كان نفسه يشوفهم، نفسه يخرج، نفسه يرجع البيت، نفسه يعيش معهم تاني. لكن للأسف الكهف كان ليه رأي تاني خالص.
كل شخص كان قريب من جون وقتها كان عارف ان جسم جون مش هيصمد اكتر من كده وهيبدا في الانهيار. القلب كان مرهق، التنفس صعب، الجسم بدا ينهار حرفيا، والاجهاد وصل لاقصى درجه. وفي الساعات الاخيره كان في كلام بين جون وبين المنقذين كتير جدا، بعضه كان هزار وبعضه كان دعاء وبعضه كان الهدف منه ان جون يفضل صاحي وما يفقدش الوعي ابدا، لانه لو فقد الوعي جون ضاع خلاص. وفعلا جون كان بيحاول يحارب عشان يتمسك بالامل، لكن للاسف الجسم البشري له حدود. وفي ليله 25 نوفمبر 2009 وبعد حوالي 28 ساعه وهو في الاوضاع دي، للاسف قلب جون توقف وانتهت المعركه لصالح الكهف، وانتهى الصراع اخيرا قصاد الصمت في الكهف كله. وبعد وفاه جون كان في سؤال واحد بس: هل المنقذين هيقدروا يخرجوا جثمانه ولا هيسيبوا جون لوحده في الكهف طول عمره؟ في البدايه كل المنقذين قالوا لازم نخرج جون ونرجعه لاهله حتى لو جثه، لكن لما بدأوا يدرسوا الموقف عرفوا إن الوضع خطير جدا ومرعب جدا جدا، وأي محاولة جديدة لإنقاذ الجثمان هيبقى فيها خسارة لأحد المنقذين من اللي هينزلوا ينقذوا الجثمان، ووارد جدا المنقذ ينزل وما يطلعش تاني، لأن الممرات كانت ضيقة جدا والصخور غير مستقرة خالص، والمكان حرفيا كان بأشبه فخ مكون من صخور وحفر. وكل خبراء الكهوف تقريبا وصلوا لنفس النتيجة: إن قرار إخراج جثمان جون أمر صعب جدا، وإن هم يسيبوا الجثمان أفضل من يخسروا شخص تاني. وده فعلا كان قرار قاسي جدا، قرار محدش فيهم كان عايز يسمعه خالص، ولكن مفيش حل قدامهم تاني. وبعد أيام من النقاش والمفاوضات اتخذوا القرار النهائي وهو إغلاق الكهف للأبد، وهيسيبوا جثمان جون جوه الكهف، وتحول المكان لمقبرة لجثمان جون. وفعلا الممر اللي كان فيه جثمان جون اتقفل بالخرسانة والأسمنت، ومحدش فيهم هيقدر يوصل المكان ده تاني أبدا. وبكده أصبح جون إدوارد جونز مدفون في نفس المكان اللي هو مات فيه، مدفون بين الصخور في أعماق الأرض، في مكان مفيهوش ضوء ومفيش حد يقدر يوصل للمكان ده تاني لحد النهاردة. لما تسمع القصة لأول مرة ممكن تحس إن هي حادثة عادية أو حادثة طبيعية، واحد دخل الكهف واتزنق، لكن الحقيقة أعمق وأعقد من كده بكتير، لأن أكتر حاجة مرعبة في القصة مش الموت في حد ذاته، لكن إحساس الزنقة والكتمة والضيق ده هو أكتر حاجة مرعبة في القصة. إحساس إن النجاة كانت قريبة جدا منك وتفقدها في لحظة، ده إحساس مرعب جدا. إحساس إن الناس اللي حواليك كلهم أنت سامع صوتهم وبيحاولوا ينقذوك لكن مفيش حد فيهم قادر يوصلك، ده إحساس صعب جدا. جون خرج من بيته وهو حاسس إن اليوم ده عادي جدا وهيروح وهيرجع عادي جدا، مغامرة بسيطة مع أخوه أصدقائه هيروح ويرجع، لكن بعد ساعات قليلة بقى أشهر حادثة بيتكلم عنها العصر الحديث فيها تفاصيل مرعبة وتخوف. قصة خلت كل اللي يسمعها يسأل سؤال واحد: إيه أسوأ مكان ممكن الإنسان يموت فيه؟ ويمكن الإجابة هي فتحة ضيقة تحت الأرض مفيهاش غير الصمت والضلمة والضيق. أنا المخبر السري، لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتستناني في قصة جديدة. سلام.